انت كنت تعرف ان دي الطريقة اصلا اللي اغلبية الصناعية بتاع الجبسون بورد في مصر زمان كانوا بيشتغلوا بيها؟ الصناعية القديمة هي اللي هتبقى فاكرة الحوار ده. كانوا بيثبتوا يا باشا الزاوية بالمسمار الألماني اللي قدامكم ده، قبل بقى ما ينتشر حوار اليلتي والمسامير المفرشة والكلام ده. كانت دي طريقة التثبيت. وعايز اقول لك على حاجة، الطريقة دي مش وحشة، في دول عربية يا باشا لحد دلوقتي بتشتغل بنفس الطريقة دي وكويسة جدا على فكرة. وما كانتش بقى الواح الكنوف والجبورد كانت لها شهرة في الوقت ده. ما كانتش بتقال، الجبورد ما كانش موجود تقريبا، اللي كان موجود الكنوف. وكان في حاجة تانية كده، وكان موجود البلاكو. كان مصر كلها يا باشا بتشتغل بالبلاكو. وكان البلاكو ده كان في منه لونين، كان في اللي هو الابيض والاخضر. الاخضر ده يشتغل معاك حمامات ومطابخ، والابيض ده في الريسبشن والاوض والكلام ده. وما كانتش بقى في اومج. كانوا بيثبتوا يا باشا كانوا بيثبتوا السي بالشكل اللي قدامكم ده، يدوا له مسمار في النص، يثبت يركب كده خلاص هو كده ركب.